السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله حنقدم معكم هذه الحلوة الجافة بالزيت، تجي اقتصادية بزاف هايلة وتوالم بزاف هكا لقهوة العصر يعني والأيام العيد إن شاء الله. أول حاجة نسحقوها هنا هي 3 حبات بيض حرارة الغرفة، قرصة ملح وشويه فانيليا، ونزيدو عليهم كاس تاع السكر الناعم، ونغربلو اكيد هذا السكر باش ما يتبلورش معنا من داخل، ونجيو نخلطوا كامل هاد المكونات مع بعضهم حتى يتضاعف الخليط تاعكم. هذه اهم مرحله في هاد الحلويات الجافه اللي ما يطلبوش بزاف مقادير، لكن يطلبوا هكا شويه يعني حيل صغيره باش ينجحوا معكم. هي انكم تضربوا مليح هذاك البيض مع السكر حتى يطلع يضاعف هذاك الخليط ويولي بيض شويه معكم. نجيو نضيفوا الزيت. هنا عندي كاس تاع الزيت، وبالنسبه للزيت تاعي انا درته في المجمد حوالي نص ساعه قبل ما نبدا الحلوه تاعي، يعني يكون بارد بزاف بزاف. معناتها كي ديروا هاد الحلوه هذه قبل ما ديروها بنص ساعه، ديروا هذاك الكاس تاعكم في المجمد تاع الزيت حتى يولي بارد بزاف، وبداو الحلوه تاعكم باش تجيكم من الحلويات تاعكم ناجحه وما يخرجلكمش الزيت فيما بعد. بعد ما خلطنا كلش ودرنا هذاك الزيت بالتدريج باش ينجح معكم، يعني طلعوها كي شغل مايونيز. بعدها نجيو نضيفوا المايزينا. كان عندي كاس كبير ممسوح نفس الكيلة يعني، وضفت عليهم نصف ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. ما تديروش بزاف خميرة الحلويات سينو الشكل تاعكم بعد يخسر كامل. ونضيفوا من بعدها الفارينة. هنا بالنسبة للفارينة دوك ضفت 2 كيسان تاع الفارينة كيما راكم تشوفوا فيهم ممسوحين ولازم يكونوا مغربلين. انا الفارينة تاعي كانت هنايا مغربلة، ضفتها مباشرة. بعد ما ضفت هذاك الكاس تاع المايزينا 2 كيسان تاع الفارينة مع كيما قلت لكم نص ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. والفارينة دايما نضيفوا هذا 2 كيسان الاولين معليش مباشرة على بالي حتكون مخصوصة. بعدها كي نضيفوا الكاس الثالث هنايا نضيفوا غير شوية بشوية نشوفوا شحال تديو له. تقدر من الكاس الثالث ناخذوا منه غير النص، ونقدروا ندو منه الربع، نقدروا ندو منه الكاس كامل. يعني انا بالنسبة لي دات لي كاس الا ربع، يعني في الفارينة درت 3 كيسين زوج، والثالث درت منه كاس الا ربع. قعدت لي هذه الكمية في الكاس الثالث. العجينه تجيكم كيما راكم تشوفوا متلاصقه وطريه بزاف بزاف بزاف، تجيكم شويه واعره للخدمه هكذا. لكن دوك حنا نخليوها تريح حوالي 10 دقائق حتى نص ساعه. قسمه تريح فقط شويه وتعطي لنا الطعم. بعدها كي نخدموها ما تتلاصقش معنا، ديك تريح شويه ما تولي ما تتلاصقش معنا. انا غطيتها ونخليها تريح، خليتها حوالي 10 دقائق فقط، لكن تقدروا تخليوها من 10 دقائق حتى نص ساعه باش تريح معكم وتخدموها. شوفوا العجينة تشهي ما شاء الله، تجي طرية وما تلاصقش كامل كيما خليناها من قبل. ولازم العجينة تاعكم كيما قلت لكم تجيكم هكا طرية. بما انه هاد العجينه يعني لازم تجي طريه هكا، تقدر تدي لكم فقط 2 كيسان ونص تاع الفارينه، ما ديروش بزاف. ولا درتوا 2 كيسان ونص تاع الفارينه وشتوها مازالها طريه، خليوها هكذا، تقدروا تخليوها باش تجيكم بزاف خفيفه عندما طيب. وتقدروا تشكلوها كيما حبيتوا. انا وزنت هذوك الكريات تاع العجينه 20 غرام فقط، باش على بالكم بعد نبسطوها ومن بعد نلصقوا 2 حبات فيما بعضهم، يعني باش بعدها تولي كبيره. الله يبارك على بها. درت فقط 20 غرام للوحده، وزنتهم هكذاك وحطيتهم وبسطتهم بهذاك الطابع. بالنسبه للطابع تقدروا تستعملوا هذا الطابع، تقدروا ديروا تاع الورده، تقدروا ديروا اللي حبيتوه نتوما، ولا تقدروا تشبحوه برك بالموس، يعني تشلحوهم كامله هكذا بالموس، تشكلوا على شكل ورده وتقبوها في الوسط بيديكم بصبعكم يعني، ولا بسباتولا ولا عفسه هكذا تاع الحطبه، باش تشكلوا هذاك التقبة في الوسط وتعمروها بالكونفيتور هكذا وتجيكم بزاف شابة. يعني هذه فقط اقتراحات، ولا عندكم الطابع يكون احسن واحسن هكا باش ما تعيوش رواحكم، طبعوها وخلاص. وبالنسبه لطيابها ديروها على 160 درجه في فرن ساخن من قبل، وخليوها تاخذ هذا اللون الذهبي كيما راكم تشوفوا معايا. ما تخلوهاش حتى تتحرق، يعني خليوها فقط تاخذ اللون ذهبي هكذا ونحيوها، خلوها تبرد شويه ومن بعد زينوها كيما راكم تشوفوا في الصوره. انا بالنسبه للتزيين درت الكونفيتور هكا كيما راكم تشوفوا، لصقت 2 حبات مع بعضهم، وفي الاطراف هكا تاني مسحتها بشويه معجون، ودرت لها بشويه كاوكاو ولا اللوز اللي عندكم يعني، وعمروا هذيك الثقبه بشويه معجون، وهكذا تتحصلوا على حلوى جافه اقتصاديه وبزاف شابه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. مع السلامه.